يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمباراة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز لمواصلة نتائجه الإيجابية التي يحققها الفريق بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل ليقترب النادي الأهلي خطوة جديدة من استعادة لقب الدوري المصري. وسيلتقي النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة 27 لبطولة الدوري العام المصري يوم الاثنين المقبل 29 مايو في 9:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وينفرد النادي الأهلي بقمة ترتيب جدول المسابقة برصيد 59 نقطة من 23 مباراة خاضهم الفريق، بينما يتواجد فريق سيراميكا كليوباترا في المركز ال12 برصيد 31 نقطة. وانتهت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة العاشرة. ويتبقى للنادي الأهلي 11 مباراة في بطولة الدوري المصري، منهم 6 مباريات مؤجلة، وهم سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود مباراتين دور أول وثاني، والإسماعيلي وبيراميدز والاتحاد السكندري والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وفيوتشر والمقاولون العرب. وتعد مباراة النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا هي المواجهة الأخيرة للأهلي قبل مباراتي الوداد المغربي في ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام يومي 4 و11 يونيو القادم.